حقق منتخب الكونغو الديمقراطية مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 بعدما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المنتخب البرتغالي في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى صافرة النهاية. المنتخب البرتغالي دخل اللقاء مرشحاً بقوة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يطمح للذهاب بعيداً في البطولة والمنافسة على أول لقب عالمي في تاريخه. وبالفعل كانت البداية مثالية للبرتغال، حيث تمكن جواو نيفيش من افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة بعد رأسية رائعة، مانحاً منتخب بلاده أفضلية مبكرة في المباراة. الكثيرون اعتقدوا أن البرتغال في طريقها لتحقيق فوز سهل، لكن منتخب الكونغو الديمقراطية كان له رأي آخر. المنتخب الإفريقي لم يستسلم وواصل الضغط والبحث عن هدف التعادل، وكاد أن يصل إلى مراده في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول. وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات جاءت اللحظة التاريخية التي انتظرها الشعب الكونغولي لعقود طويلة، ففي الوقت بدل الضائع نجح يوان ويسا في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة ليمنح بلاده أول هدف في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل منح أيضاً منتخب الكونغو الديمقراطية أول نقطة في تاريخه بالمونديال بعد أكثر من نصف قرن على آخر ظهور له في البطولة العالمية. وخلال الشوط الثاني حاول المنتخب البرتغالي استعادة التقدم، لكن التنظيم الدفاعي للكونغو وتألق اللاعبين حال دون ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في نتيجة اعتبرها الكثيرون من أكبر مفاجآت الجولة الأولى. وبهذا التعادل يحصل منتخب الكونغو الديمقراطية على نقطة تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة جماهيره، بينما خرج المنتخب البرتغالي بخيبة أمل بعدما كان يطمح لبداية قوية في مشواره بالمونديال. ويبقى السؤال الآن: هل يستطيع منتخب الكونغو الديمقراطية مواصلة مفاجآته في البطولة؟ وهل تتمكن البرتغال من استعادة توازنها في المباريات المقبلة؟ اكتبوا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.